أهلا بكم معنا. اليوم هنتكلم في موضوع مهم، هو دواء ترامادول. عندنا مصدر من قناة دكتور أندريا فورلان بيطرح 10 أسئلة أساسية عنه. أيوة، وهنحاول نجاوب على الأسئلة دي عشان نفهم الدواء ده أكتر، استخداماته، إيه مخاطره، وهل هو فعال فعلا زي ما الناس فاكرة؟ تمام، خلينا نبدأ بأول سؤال. إيه هو الترامادول أصلا؟ المصدر بيقول إنه أفيون، بس مش طبيعي زي المورفين، لا ده مصنع بالكامل في المعمل. صحيح، هو أفيون اصطناعي وبيتباع بأسماء كتير مختلفة زي تراماسيت وزيترام وغيرها. طيب وكيف بيشتغل؟ هل هو زي باقي الأفيونات وخلاص؟ لا، هنا بقى في تفاصيل مهمة. عشان يشتغل كمسكن لازم الجسم الأول، تحديدا الكبد، يحوله لمادة تانية نشطة اسمها M1. يعني مش بيشتغل مباشرة؟ بالظبط. والمشكلة إن في نسبة من الناس، المصدر بيقدرها بحوالي 5% من القوقازيين، ما عندهمش الإنزيم اللي بيعمل التحويل ده بكفاءة. وده معناه إيه بالنسبة لهم؟ معناه إنهم ممكن ما يحسوش بتأثيره المسكن أو يحسوا بيه بشكل ضعيف جدا، وفي المقابل ممكن يعانوا بس من الآثار الجانبية، يعني الدواء مش فعال ليهم. دي معلومة مهمة جدا فعلا. طيب هل في حاجة تانية بتميز طريقة عمله؟ أيوة، ودي يمكن النقطة الأكثر غرابة وتعقيد في الترامادول. هو مش بس بيشتغل على مستقبلات الأوفيون زي ما قلنا، أمال إيه كمان؟ بيشتغل كمان على حاجتين تانيين في الجهاز العصبي المركزي. بيمنع إعادة امتصاص مادتين اسمهم السيروتونين والنور إبنفرين. سيروتونين ونور إبنفرين؟ دي مش مواد ليها علاقة بمضادات الاكتئاب؟ تماما. الآلية دي بتشبه جدا طريقة عمل بعض مضادات الاكتئاب اللي اسمها SNRIs، عشان كده ساعات بيسموه دواء 3 في 1. غريبة دي، يعني هو مسكن وممكن يحسن المزاج؟ نظريا ممكن، بس المصدر بيأكد إن الاعتماد عليه كمضاد للاكتئاب لوحده مش فكرة كويسة خالص، لأن تأثيره على المزاج مش مضمون وغير متوقع. لكن الآلية المزدوجة دي هي نفسها اللي بتسبب أخطر مشاكله. تقصدي متلازمة السيروتونين اللي قريت عنها؟ بالظبط، دي أخطر حاجة مرتبطة بالترامادول تقريبا. لما السيروتونين يزيد قوي في الجسم بتحصل مشاكل كبيرة. وإيه اللي يخلي السيروتونين يزيد قوي كده؟ لو المريض بياخد ترامادول مع أدوية تانية بترفع السيروتونين برضه، والقائمة طويلة للأسف. معظم مضادات الاكتئاب، أدوية الصداع النصفي، مسكنات أفيونية تانية، أدوية للغثيان، حتى مكملات عشبية زي عشبة القديس يوحنا. يا خبر! والمصدر بيقول إن الأعراض بتبدأ بارتباك وممكن توصل لنوبات صرع. وممكن توصل للموت كمان لما اتشخصتش واتعالجت بسرعة. الموضوع مش هزار خالص. طيب ده خطر كبير. هل في مخاطر تانية مهمة؟ أكيد. بما إنه أفيون، في دايما خطر تثبيط التنفس، يعني التنفس يبقى بطيء جدا أو يقف، خصوصا مع الجرعات العالية أو لو اتاخد مع حاجات تانية بتهدي الجهاز العصبي. زي إيه مثلا؟ زي الكحول طبعا، وده أخطر حاجة، وكمان البنزودايازيبين زي الفاليوم والزانكس، أدوية زي الجابابنتين، الباكلوفين، مضادات الذهان، حتى مضادات الهستامين اللي بتسبب نعاس. كل دي بتزود خطر توقف التنفس. والمقلق كمان زي ما فهمت إن حتى لو حصلت جرعة زيادة، الترياك اللي بيستخدم للأفيونات اللي هو النالوكسون ممكن ما يشتغلش كويس مع الترامادول. للأسف صحيح، فعاليته ممكن تكون أقل في حالة الترامادول. طيب مع كل المخاطر دي، هل هو أصلا فعال كمسكن، يعني يستاهل المخاطرة؟ سؤال مهم. هو بيعتبروه أفيون ضعيف مقارنة مثلا بالمورفين، يعني محتاج جرعة كبيرة منه عشان تساوي تأثير جرعة صغيرة من المورفين. والأبحاث بتقول ليه عن فعاليته للألم المزمن؟ المصدر بيشير لمراجعات علمية قوية زي مراجعات كوكرين، ودي لقت إن الأدلة على فعاليته في حالات زي خشونة المفاصل، ألم الأعصاب، ألم أسفل الظهر، أو الفايبروميالجيا. الأدلة دي يا إما محدودة أو جودتها ضعيفة. يعني مش مؤكد إنه بيساعد في الحالات دي؟ بالظبط، في بعض الدراسات ما كانش أفضل من العلاج الوهمي اللي هو البلاسيبو، فموضوع الفعالية ده عليه علامات استفهام كبيرة في الألم المزمن. تمام، نيجي للجرعات بقى. في منه أقراص سريعة المفعول وبطيئة المفعول، صح؟ أيوة، في أقراص بتشتغل بسرعة وتأثيرها يروح بعد كام ساعة، وفي أقراص ممتدة المفعول بتغطي 12 أو 24 ساعة. والمصدر أكد على وجود حد أقصى للجرعة اليومية. مهم جدا بسبب خطر متلازمة السيروتونين بالذات. الجرعة القصوى في اليوم المفروض ما تتعداش 400 ملغ من الترامادول نفسه، بغض النظر عن نوع الأقراص. ولازم ننتبه كمان لو الدواء فيه مواد تانية. أكيد، زي مثلا التراماسيت اللي فيه ترامادول مع أسيتامينوفين باراسيتامول. هنا لازم نحسب جرعة الأسيتامينوفين الإجمالية في اليوم من كل المصادر عشان ما نعديش 400 ألف ملغ ونتجنب ضرر الكبد. والمصدر حذر من استخدامه مع الجابابنتين برضه؟ أيوة، ممكن يتاخدوا سوا بس بحذر شديد جدا، لأن الاتنين بيسببوا نعاس وممكن يزودوا خطر التثبيط العصبي. طيب ونقطة الحمل والرضاعة؟ دي نقطة حساسة. الترامادول بيعدي المشيمة وممكن يسبب أعراض انسحاب للمولود، وبيوصل للبن الأم، ففي خطر على الرضيع. عشان كده لا ينصح بيه أبدا في الحمل والرضاعة، ولو الأم بتاخده لازم توقفه بالتدريج تحت إشراف طبي قبل الولادة أو لو بترضع. سبب نعاس زي أي أوفيون،
بس بسبب تأثيره التاني على السيروتونين والنور إبنفرين في ناس بيحصل لهم العكس، بيجي لهم أرق وما يعرفوش يناموا. سبحان الله. والقيادة أكيد ممنوعة. طبعا خصوصا في بداية العلاج أو لما الجرعة تتغير، لازم الواحد يتأكد إنه مش حاسس بنعاس أو دوخة خالص قبل ما يفكر يسوق. والكحول؟ ممنوع منعا باتا، ده خط أحمر، الجمع بينهم بيزود خطر توقف التنفس والوفاة بشكل كبير جدا. آخر سؤال بقى، وهو سؤال مهم جدا، هل ممكن الواحد يدمن الترامادول؟ الإجابة ببساطة نعم. المصدر واضح جدا في النقطة دي، بما إنه بيشتغل على مستقبلات الأوفيون فهو ممكن يسبب إحساس بالنشوة والجسم بيتعود عليه بسرعة، وده اسمه التحمل، يعني المريض يحتاج جرعة أكبر عشان يحس بنفس التأثير. ولو وقفوا فجأة؟ بتحصل أعراض انسحاب جسدية ونفسية وبتكون مزعجة جدا. المصدر بيقدر إن حوالي 5% من الناس اللي بيستخدموه بشكل يومي ممكن يطوروا إدمان أو اضطراب استخدام المواد الأوفيونية. وأهم مخاطره هي متلازمة السيروتونين وتثبيط التنفس، ده غير التفاعلات مع أدوية تانية كتير، وطبعا خطر الإدمان. وفوق كل ده الأدلة على فعاليته الحقيقية في بعض أنواع الألم المزمن مش قوية زي ما كنا فاكرين. يعني الموضوع محتاج تفكير وحذر شديد في استخدامه. تماما. وده بيخلينا نفكر في سؤال أكبر، كيف نوازن بين الحاجة لتسكين الألم وبين المخاطر اللي ممكن تيجي مع أدوية معقدة زي دي؟ إيه الطريقة الصح عشان ندير الألم بأمان وفعالية؟ ده سؤال محتاج تفكير عميق من الأطباء والمرضى كمان.